تدرون ان كلمة جوتي اللي نقولها كل يوم اصلها مو عربي صدق. الكلمة جاية من لغة هندية جوتا ودخلت في لهجتنا من خلال التجارة. أول حذاء بالتاريخ كان عبارة عن قطعة يلد وحبال عمرها أكثر من 5000 سنة، بس الثورة الحقيقية صارت بالقرن 19 لما اكتشفوا المطاط، وهني انولد الجوتي الرياضي اللي كان مخصص بس حق اللي يركضون مو حق اللي يمشون. وبالثمانينيات مع مايكل جوردن كان مع نايك الجوتي اللي تحول من أداة رياضية إلى شيء كبير جدا متعدد الاستخدامات، ومنها جوتي الوالدة اللي تستخدمه وقت الدراسة. في ناس تشتري الجوتي وتخليه بالكرتون كأنه سبيكة ذهب، وفي مزادات عالمية يوصل فيها سعر الجوتي الواحد لآلاف الدنانير. لا تروح تشتري وتوهقنا. معلومة أخيرة، حاليا مع التسويق اللي صاير تم تقليل جودة صناعة الجوتي وصار عمره الافتراضي تقريبا 6 شهور إذا كنت تستخدمه بشكل مستمر، مثل تاير السيارة مع الاستهلاك لازم تغيره. انت قول لنا ايش كثر حل الجوتيك؟ منشن أكثر واحد يشتري جواتي.